هدف للعميد وديوكو وبخطأ فادح والاتكالية موجودة وهدف أول في اللقاء. شوف عبد السلام وادو ومحمد مبارك وعدم الاتفاق في اللقطة الماضية، وديوكو ما يصدق خبر وهدف أول في الشباك. هدف للعميد في استاد حمد الكبير بأقدام ديوكو الذي يصل إلى الهدف الثالث له في دوري نجوم قطر. خطف له كورة وسار فيها بعد خطأ دفاعي فادح من عبد السلام وادو الواضح أمامك في الصورة. يد بحظه بالتأكيد غير يمنى، عرضية ربما لا متوقعة مباشرة، والكرة مرت والكرة جول 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 جول. مارسينيو يأتي بالتعديل. 10 دقائق فقط يا شيبا والارتياح يعود للملك القطراوي. شوف العرضية وبعد ذلك حسنوف وبلدغة ومارسينيو يضربها في الشبكة. جول جول وتعادل يأتي. 10 دقائق مثيرة للغاية، 10 دقائق متوقعة أن تكون بهذا الشكل، لأن لا أحد يريد الخسارة، لا أحد يريد هذا. إلى هشام مرة أخرى، عرضية الآن مرسلة إلى منطقة الجزاء وفي كورة فيها مطالب موجودة ولا زالت. الله ما يرحم، لا تغلط قدامه ما يرحم. ديوكو يأتي بهدف ثاني للعميد الأهلاوي. هذا لا يمكن أن تخطي أمامه. شوف خطف له كورة وبطريقة شوف 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 من ربع فرصة من نصف فرصة، هوبا في مرمى محمد مبارك. لا يرحم ولا يمكن أن تخطي أمامه. وديوكو هدف رابع، وعبد الله مبارك يقول الحمد لله الحمد لله، لأن فريق الآن يتقدم بهدفين. كر وفر شد وجذب، مرة هنا مرة هناك، والآن هي للملك القطراوي. حتى هذه اللحظات الدياني يأخذ الكرة بالصدر يعيدها إلى الخلف لمحمد عمر ومعاه بوشا، وابو شروان يتقدم الآن وربما يكون هدف ثالث. وابو شروان ورجل يسرى قوية، الله هشام بوشروان. طائرة الكونكورد الأهلاوية تأتي بهدف ثالث، هدف ثالث للعميد في شباك الملك القطراوي. الخطوط الجوية البوشروانية تعلن عن أول رحلاتها إلى مرمى شباك محمد مبارك، وهدف أول في دوري نجوم قطر. يملك رجل يسرى فولاذية هشام بوشروان بتسديدة يسارية يصل بها إلى شباك محمد مبارك، وهدف ثالث للعميد. نعم 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 يريد. وعادت مرة أخرى لا زالت موجودة للسفري، يحاول يلعب له كرة عرضية وادو جول للملك. هدف لعبد السلام وادو، وبرأسية يأتي الهدف الثاني. حطها على الراس تجي جول، لأن رأسية هو مدافع يعوض له كرته ويأتي بهدف ثاني للملك القطراوي. الآن ربما يكون الأهلي في إعادة سيناريو للمباراة الماضية، يعني يترجم لاعبو قطر السيطرة والأفضلية التي قدموها منذ بداية شوط المباراة الثاني. 5 أجوال عندنا، 5 أهداف موجودة. خذ الآراء، بلنتي مش بلنتي، سيبه مع زيدان
مع باسل، جول ولا برا؟ يصدها ولا في العارضة؟ فيها ترقب، فيها انتظار. هدف تعادل، عودة إلى نقطة البداية. راح الراقب وراح يتابع سيبستيان سوريا مع باسل زيدان على ضربة جزاء للملك القطراوي، والانتظار والترقب. وهذه وين؟ هذه جول قطراوي، هدف ثالث والتعادل يحضر في ملعب اللقاء. سيبستيان سوريا يعيد الأمور إلى نقطة البداية، إلى نقطة البداية. صعبة يا زيدان، صعبة يا زيدان، سواها سيبستيان. وهنا سعيد الشيبة يتنفس الصعداء، والآن يرتاح حاله حال القطراوي. وبدون أهداف 0-0، والكرة موجودة لدى سيبا وسيبستيان، والكرة تتعذر. لا يعقل ذلك. اللي يبي يصدق يصدق، واللي مو رايد يصدق له الحق في ذلك. يعودون بل يرفضون، انهم الملك وابناء الملك. وهدف ثالث، قلبت الطاولة، مفاهيمها، قوانينها، أسرارها المستديرة. هدف ثالث، الله على